مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل سادة المشاهدين الاشتراك في القناة ومتابعة القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقتنا، حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة الانتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي. وفي قمة الدوري الإيطالي الانتر المتصدر في مواجهة يوفنتوس الوصيف في مباراة قوية جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم هنزل طبعا حلقة طبعا تحليل كامل وشامل لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، طبعا خشوا شوفوها. وكمان لسه كمان في حلقة تحليل الجولة ال 13 في الدوري الانجليزي وحلقة الاندية المصرية. كل الحلقات اهي بتنزل حلقة ورا التانية، فطبعا زي ما بوعدكم الحلقات كلها بتنزل. ما تنسوش تشتركوا في القناة ومتابعة القناة طبعا واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وخشوا طبعا تشوفوا ايه الحلقات ونكمل الحلقة. فطبعا الانتر اللي بيبدأ طبعا النهارده مباراة قوية جدا 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 مع فريق زي اليوفي. يوفنتوس طبعا السنة دي نقطة قوته وسبب الأداء الجيد اللي بيقدمه في الدوري الإيطالي هي حاجة طبعا كلنا مش ملاحظينها، وهي عدم مشاركة يوفنتوس في أي بطولة قارية هذا العام. مدي يوفنتوس قوة كبيرة في الدوري الإيطالي، دي أول نقطة. تاني نقطة اليوفنتوس كمان السنة دي عنده خط دفاع كويس جدا. اليوفنتوس لم يتلقى هذا الموسم سوى 7 أهداف، تاني أقوى خط دفاع في الدوري خلف الإنتر. طبعا الإنتر متصدر في حيث كل حاجة في الدوري، أقوى هجوم، أقوى دفاع، أقوى هجوم ب 29 جون، وأقوى دفاع ب6 أهداف في مرماه، وتعديه على طول طبعا تاني أقوى خط دفاع في الدوري يوفنتوس ب7 تجوان. فدي مدي نقطة قوية جدا جدا. ولكن طبعا لو هنقارن الانتر بيوفنتوس من حيث العناصر خصوصا في الوقت الحالي، الانتر طبعا بيتفوق بقوة. الانتر السنة اللي فاتت لسه واصل نهائي دوري الأبطال. الانتر بيقدم مباريات استثنائية في الدوري الإيطالي. الانتر يستحق بلا أي جدال إن ياخد طبعا الدوري الإيطالي لولا المنافسة القوية ليوفنتوس هذا العام، لأنه ما بيشاركش في أي بطولة أوروبية. لو يوفنتوس كان بيشارك في أي بطولة أوروبية، أو لو يوفنتوس كان عنده اي مشاكل تانية، كان ممكن الانتر دلوقتي نلاقيه متصدر بارتياحية كبيرة جدا. لان طبعا لو استثنينا اليوفنتوس اللي تحتيه على طول يعتبر الميلان 23 نقطة فارق 8 نقاط، نابولي 21 نقطة فارق 10 نقاط. ولكن يوفنتوس مستغل طبعا زي ما قلت لكم عدم مشاركته في اي بطولة اوروبية، زائد خبرة أليجري اللي عامل شغل كويس جدا مع الفريق رغم غيابات كتيرة في الفريق، رغم الصفقات اللي جابوها السنة دي مش اقوى حاجة، رغم غياب بول بوجبا طبعا لمشاكل طبعا المنشطات والحوار ده طبعا، وهي عدم مشاركته لان الفريق صامد هجوميا صامد دفاعيا، بيفوز بيعمل نتائج كويسه، 9 انتصارات، تعادلين فقط، هزيمه واحده. الانتر طبعا اداء استثنائي، فريق قوي جدا. خروج روميلو لوكاكو تعويضه بماركوس تورام، خروج اونانا تعويضه بيان سومر، صفقات في منتهى القوه. فريق بيقدم نسخه استثنائيه هذا الموسم. مباراه قويه الحقيقه. في السنين اللي فاتت كانت مباراه الانتر ويوفنتوس اخر 7 8 سنين كان اليوفنتوس دايما مكتسح، اخر سنه او سنتين اكتساح للانتر طبعا. لكن السنه دي يعتبر الفريقين داخلين بقوه متقاربه جدا، باداء جيد جدا للفريقين وبنتائج جيده جدا. طبعا بالنسبه للانتر نقول تشكيله الفريقين كده، اقول لكم توقعي للمباراه ونختم الحلقه. طبعا الانتر اللي هيخش طبعا بنسبه كبيره بتشكيله طبعا القويه، عنده يان سومر طبعا احد اقوى الحراس وافضل الحراس طبعا مفيش كلام. بنسبه كبيره اتشيربي طبعا واليساندرو باتسوني طبعا الاثنين كويسين جدا. هو بنسبه كبيره طبعا بيلعب بقلب الدفاع الثالث ماتيو ديرميان، ولكن افضل لو في قلب دفاع اقوى ممكن سفاندي فرايج يبدا. لو بافارد جاهز بردك ممكن يبدا، هيفرقوا بقوه جدا. خط الوسط طبعا من اقوى خطوط الوسط اللي موجوده، دي ماركو طبعا ناحيه الشمال اللي لسه مسجل هدف عالمي في الجوله الماضيه، هنريخ مختارين وتشانهالوجلو وباريلا ودنزل دومفريس. الخماسي ده في نص الملعب قوي جدا 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 مفيش كلام عليه. اتنين طبعا في منتهى القوه في الهجوم، لو تارو مارتينيز وماركوس تورام مفيش كلام طبعا. ولكن بس انا شايف اللي اعقب على طبعا سيمون إيزاجي لو يفضل بس يبدأ ببنجامين بافارد أو بستيفان دي فريج مكان ماتيو ديرميان يكون أفضل شوية. ماتيو ديرميان السن طبعا ودفاعيا بردك مش أفضل حاجة، ده في وجهة نظري طبعا. يوفنتوس طبعا بنسبة كبيرة طبعا التشكيلة القوية بتاعته طبعا تشيزني في المرمى حارس كويس على فكرة وبيقدم أداء جيد. روجيني في الدفاع جنبه بريمر وجاتيا طبعا، ثلاثة طبعا بيلعبوا بنفس طريقة بنسبة كبيرة دلوقتي، نفس الطريقة اللي بيلعب بيها انزاجي بيلعب بيها أليجري مع اليوفنتوس. خط الوسط عنده طبعا كوتشيتش وميرتي ولوكاتيلي ويستون ميكيني واندريا كيزبستو. وفي الهجوم طبعا عنده مويسكين وفيدريكو تشييزا طبعا، بجانب طبعا اكتر من عنصر قوي زي دوشان فلاوفيتش ممكن يبدا طبعا بنسبه كبيره. بنسبه كبيره هيبدا بدوشان فلاوفيتش على حساب مويسكين.
بنسبه كبيره. وطبعا أردا شميلك طبعا المهاجم القوي جدا جدا، طبعا فريق قوي قوي يوفنتوس الحقيقه. مباراه هنستمتع بيها، مباراه قويه. اقوى نقاط القوة طبعا عند يوفنتوس زي ما قلت لكم، المهاجمين اللي عنده كويسين، الأجنحة عنده جيدة جدا، الدفاع عنده برضك رغم إنه العناصر كعناصر مش أقوى حاجة ولكن كمنظومة قوية جدا. طبعا الإنتر يعتبر ما عندوش أي نقاط ضعف، فريق قوي جدا خصوصا في إيطاليا. بس ممكن زي ما بقول لكم بعد المشاكل بس في الإنتر، ممكن بس ماتيو ديرميان بس لما يبدأش يبقى كويس جدا. و في بعض الاوقات برضك لو تارو مارتينيز بيكون مش مركز، لو برضك التركيز يبقى اعلى شويه والفينش يبقى افضل شويه في بعض الكور، هيكون شيء رائع جدا. لو طارو مارتينيز بيكون كويس جدا، ولكن في بعض الاوقات بيضيع كور سهله لو ركز كمان، لان المباريات دي بتكون مباريات قويه جدا جدا. طبعا في النهايه توقعي لمباراه الانتر ويوفنتوس، اتوقع فوز الانتر ميلان 2-1 على يوفنتوس وبقائه في صداره الدوري الايطالي. ولكن ممكن لو يوفنتوس عمل اقوى ما عنده والانتر عمل اقوى ما عنده او حصل اي مشاكل في المباراه، ممكن المباراه تنتهي بالتعادل او ممكن المباراه تنتهي بالتعادل، لكن يوفنتوس مش هيقدر يفوز على الانتر ابدا. بنسبه كبيره المباراه هتنتهي بفوز الانتر، ولو على اسوء الظروف والانتر كان في اسوء حالاته ومش مركز هتنتهي المباراه بالتعادل. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في قناه هوم سبورت. في نهايه الحلقه طبعا مش تشترك في القناه، متابعه القناه ولايك للفيديو يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهده وباي.